النبي المحبوب الشيخ زكريا خروب، فليتفضل صاحب الفضيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور، محمد رسول الله. قال قائل يتمدح حضرة النبي مخاطبا آل بيت النبي: يا آل طه لنا في حيكم قمر، له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة، محمد أحمد هادي ومعتصم، وله على وجنتي خديه أربعة، الورد والياسمين ثم الآس والعنم، انطقت لرسول الله أربعة، الضبي والظبي ثم الثعبان والصنم، آمنت برسول الله أربعة، الإنس والجن ثم العرب والعجم، لولاه ما كان في الإسلام أربعة، حج ومنى ثم بيت الله والحرم، صلى على خير خلق الله أربعة، العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان منا إلى يوم الدين. أما ثم بعد، في البدء أستأذن عالمنا وقارئنا الجليل في عن هذا الوقت اليسير، فهذا هو مقام القرآن، وإنما وقفت بين أيدي حضراتكم لأوفي فقيدنا حقه، فقد كان له من الجمائل علينا ما له، وقد تعلمنا منه الكثير. حقيقة لقد استمعنا إلى قارئ عالم، لأن هناك فرق بين القارئ الحافظ والقارئ العالم. القارئ الحافظ يقرأ حروفا وأحكاما، أما القارئ العالم كشيخنا هذا فضيلة الشيخ محمد الخياط ربنا يبارك فيه، فهو قارئ عالم. فالقارئ العالم هو الذي يقرأ بيانا وأنوارا، فتجده إذا ما أعلى صوته بالقرآن كأنه يعطيك رسالة،
فإذا ما خفض صوته في القراءة جاء بمعنى جديد، فإذا ما وقف وقفا معينا جاء بمعنى جديد آخر. فتلاقي الناس يقولوا إيه بعد ما تصلي على حبيبك؟ القارئ ده وهو بيقرأ بفسر القرآن وهو بيقرأه. فاستمعنا إليه وهو يرتل على أسماع حضراتكم ما تيسر له من سورة الأنبياء، وكانت تلاوته في عجالة يبين الإله من خلالها أنك إذا ما كنت في شدة فلا تضرع إلا إلى الله، وإذا ما كنت في هم فلا تلجأ إلا إلى الله، وإذا ما استعنت فلا تستعن إلا بالله، وإذا ما توكلت فلا تتوكل إلا على ذي السلطان والجاه، وإذا ما سألت فلا تسأل إلا الله، وإذا ما كنت في كرب ففوض أمرك إلى الله، فإذا ما فوضت أمرك إلى الله تكفل عنك ربك بكل شيء. أدي ما عليك ودع ما لله لله، فالله قادر على كل شيء. إن الله أمرك بالطاعة وتكفل بالأرزاق، فتركت ما أمرك به وانشغلت عما تكفل به، فلا أنت نفذت ما طلب منك ولا أنت حصلت ما طلبت منه، عاندت الله فيما أراد فأتعابك الله ولم يحقق لك المراد. عبدي كلي كما أريد أكن لك كما تريد. إن الذي يدبر الأمر هو الله. استمعنا إلى القرآن يتلى، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي سورة صاد يفسر القرآن بعضه ببعض. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقيل أن النصب أي التعب الذي ألم بأيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان بسبب مرض أصابه، وكان هذا المرض عبارة عن التهاب في المفاصل أعجزه عن القيام والحركة. ما تسمعش بقى كلام الإسرائيليات إن سيدنا أيوب وادت كل جسمه ولم يبقى إلا لسانه. لا 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 لا. ليه؟ لأن القاعدة بتقول في الفقه أن الأنبياء لا يصابون بمرض يقزز. يقزز يعني إيه؟ يعني ينفر منهم الناس من الدعوة. إزاي هيدعي إلى الله وهو مصاب بمرض ينفر الناس منه؟ ولكن المرض الذي أصاب أيوب كان عبارة عن التهاب في المفاصل أعجزه عن القيام والحركة. والعذاب الذي ألم به أنه كان عنده من الأموال وله من الأموال ما له، وعنده من الأولاد كثير، ففقد ماله كله وفقد أولادهم جميعا، وبالرغم من هذا هو صابر على قضاء ربه. لما؟ لأن عند البلاء ليس لنا عدة سوى الصبر الجميل. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى.
فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. إذا ابتليت فاصبر واضرع إلى الذي خلقك وسواك. فعندما ابتلي أيوب في المال وفي الولد وفي الصحة، اسمع ماذا أبلغنا حبيبنا عن رب العزة في الحديث القدسي الجليل، إذ يقول عز من قائل سبحانه: إذا ابتليت عبدي بمصيبة في ماله، البهيمة تموت، الزرعة تبوظ، أو في نفسه بالمرض، أو في ولده، وتقبل قضائي بصبر جميل، إيه الجزاء يا رب؟ استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. ولذلك كل شيء في العمل له مقدار من الجزاء. من جاء بالحسنة فله 10. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. ما عدا الصبر، ما يحددش الأجر بتاع الصبر إلا مين؟ إلا الذي خلقك وسواك. فماذا قال؟ قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأيوب صبر ونادى ربه فأعطاه الله ولدا خيرا من ولده، وأبدله صحة خيرا من صحته، ووهب له مالا خيرا من ماله، وأعطاه في النهاية على صبره جزاء جميلا، شهادة من الذي خلقه وسواه، فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فاللهم ارزقنا الصبر عند البلاء، ونسألك يا ربنا أن تلطف بنا في قضائك وقدرك كما لطفت بخلق الأجنة في بطون أمهاتها. ولا أطيل على حضراتكم، فهذا هو مقام القراءة، ولكن أقول في نهاية كلمتي لوالدنا الذي قد فارقنا منذ لحظات قليلة مضت، أقول له: إن كنت فارقتنا على الإيمان والإسلام فجزاء الإيمان قد أخذته من ربك، وإن كنت قد فارقتنا على قول لا إله إلا الله فأدعو الإله أن تكون زخرا لك في قبرك. وأقول لك يا أخي: تمضي السنين ومن طوى من طيب ذكرك مشرق، ولربما يمضي الزمان وينقضي والذكر عهد والوفاء موثق. أخي، الأدب والخلق الكريم سماكم، والدين أفضل ما حفظت وأصدق. دين ودنيا قد جمعت خيارها، كانت وكنا والفضائل أخلق. أخي، كنا إليك إذا ألمت ظلمة ننحو ونسرع في حماك ونلحق. إن الأولى ذهبوا وخلوا بيننا دمعا يسيل وأكبدا تتحرق. إن الأولى ذهبوا وخلوا بيننا دمعا يسيل وأكبدا تتحرق. أخي، لك جنة عليا ورضوان بها، وجوار ربك جنة تتعشق. فاللهم اجعل فقيدنا وإياكم من ورثة الفردوس الأعلى يوم القيامة. وفي الختام أقول لقارئنا الجليل الذي شرفنا به، لأنني أجل، كل قارئ عالم،
يرعى الإله عند قراءة قرآن ربنا، فوجدته محكما لأحكام التلاوة ولا أجامله، ولكن أشهد شهادة حق يسألني الله عنها يوم القيامة، ولا أقول في حقه إلا ما قاله الله في حقه وفي حق إخوانه من الذين يقرؤون القرآن للقرآن، يقرؤون قرآنا عربيا غير ذي عوج. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الأفاضل من القراء: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة يوم القيامة. ولا أستطيع أنا أن أوفيه حقه، بل أقول كلمات وجيزة بعضا من كل. أقول له: إني لأرغب في ابن الخياط حنانه، فبسماعه تطيب مني المواجع. مصر قد رزقت به يا حظها، هو فخرها ولها الضياء الساطع. الناس حولك يا محمد تجمعوا، من كل فج كالحجيج ليسمعوا. بلبل تغنى بالقرآن بفنه، فتقاسمت أصواته المسامع. فاقرأ يا محمد فكلنا لك عاشق، والطفل قبل الشيخ لك يسمع. شيخ وشيخ في القرآن تصاحبا، وكتاب ربي للأحبة يجمع. أقول لوالدي تغمده الله بواسع رحمته، وأدعو له في نهاية كلمتي هذه، أقول له: يا أبتاه، إن كانت روحك في السماء فأناجيها، وإن كانت تطوف من حولنا فأناديها، وإن كان قد ذهب بها إلى الجنة فأهنيها، وإن كانت ما زالت في القبر فأدعو الإله سبحانه أن يجعل لك القبر روضة من رياض الجنة. اللهم مد له في قبره مد بصره. على فكره سيدنا رسول الله أوصانا بأن نخلص الدعاء للميت، لأنه قال لي ولك: الميت كالغريق المتعب، ينتظر دعوة صالحة من أخ أو ولد صالح، فإذا ما بلغته كانت عنده خيرا من الدنيا وما فيه. فندعو ونؤمن، عسى الإله أن يقيد لنا من يدعو لنا بإخلاص إذا صرنا إلى ما صار إليه الفقيد رضوان الله عليه. فاللهم أبدله دارا خيرا من داره، وولدا خيرا من ولده، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، ومد له في قبره مد بصره، وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما آتانا اليقين، ارحمنا يا ربنا إذا ما عرق منا الجبين، ارحمنا يا ربنا إذا ما اشتد بنا الأنين والحنين. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما توالت بنا العبرات. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما ضعفت منا القوى والقدرات. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما تكشفت منا العورات. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما خاننا المقام والمقال. ارحمنا يا ربنا يوم لا ينفع مال ولا جاه ولا عيال، ولم يبق لنا إلا فضل الكبير المتعال. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما ورينا التراب، وغلقت علينا من القبور الأبواب، وتركنا الأهل والولد بين الوحشة وهول الحساب. اللهم يا مجري السحاب، ويا منزل الكتاب، ويا رب الأرباب، يمن لفقيدنا الحساب.
ويمن لفقيدنا الكتاب ويسر له الحساب وأدخله الجنة بلا سابقة عذاب ولا عتاب. اللهم آمين. وإن كنتم في شوق إلى قارئنا فإني أشارككم هذا الشوق. أستودعكم الله وأشكر لكم حسن استماعكم، وأشكر لقارئنا أن سمح لي أن صافحت هذه الوجوه النيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.